السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معنا في قناة الدكتور. النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن حاجة مميزة جدا اللي هي بدأناها قبل كده. لو واحد بلع جسم معدني، اتكلمنا قبل كده على العملات المعدنية. لو واحد بلع جنيه، واحد بلع 5 جنيه، اللي هو نص جنيه، أي عملة معدنية سواء قديمة أو جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائع جدا خصوصا في البنات. لو واحدة بلعت دبوس نعمل ايه بقى في موضوع الدبوس دوت؟ لأن موضوع الدبوس بيبقى أصعب وأشرس من العملة المعدنية. ليه؟ لأن الدبوس ده ممكن يجي في حتة في الأمعاء، أو يجي في القصبة الهوائية، أو يجي في المريء ويدخل بقى ويلبت كده، يبقى دي مشكلة كبيرة جدا. طبعا موضوع بلع الدبابيس دي بيجي في ايه؟ تلاقي الواحده بتلف الطرحه وحاطه الدبوس في بقها، ومره واحده تعطس، او مره واحده تشرق، او مره واحده تاخد نفسها تلاقي بلع الدبوس من غير ما تحس خالص. بيجوا جري على المستشفى: الحقنا يا دكتور احنا بلعنا دبوس. طب نعمل ايه؟ برضو اول حاجه بنبدا نشوف الوضع العام بتاع المريض، بنشوف العلامات الحيويه بتاعتها عامله ايه، ضغط، النفس بتاعها عامل ايه، النبض بتاعها عامل ايه، دنيتها دي كلها عامله ايه، هل هي في كامل وعيها ولا من الضربه دخلت في فقدان للوعي ولا حاجه. طيب احنا لقينا المريضه الحمد لله كويسه وعلاماتها الحيويه كويسه، مفيش زرقان ولا حاجه، بتاخد نفسها كويس. نقوم باعتين المريضه تعمل لنا اشعه عاديه على الصدر والبطن. ليه اشعه عاديه؟ لان الجسم المعدني ما بيظهرش الا في الاشعه العاديه. طبعا المريض عملت الاشعه العاديه، لقينا ان الدبوس نزل في المعده، برضو بنتابعه. ولو ظهر اي علامات خطره ولا حاجه زي دم في البراز، ظهر مغص شديد، ظهر الم في البطن شديد، يبقى لازم ساعتها يبقى في هنا مشكله، ولازم نتدخل ونشوف اذا كنا هنعمل عمليه او نطلعه بالمنظار لو لسه في المعده. طب افرض الدبوس واقف هنا في القصبة الهوائية أو واقف في المريء، طبعا دي بنبعتهم على طول يعملوا منظار حنجري ويبدأوا يشدوا الدبوس. طيب هنا فيها حاجات غلط الناس بتعملها، وأتمنى الناس ما تعملهاش خالص. اللي هي إيه؟ يقول لك يا عم كان أيام زمان لو واحد بلع دبوس أو جسم معدني يقول لك كل قطن عشان يلم على الدبوس عشان ما يدخلش في الأمعاء. طبعا القطن دوت ممكن يعمل لا قدر الله انسداد معوي. ليه؟ انت عمال تديله اجسام غريبه زي القطن ما بتهضمش، يلف على بعضه يعمل لنا انسداد في الامعاء ويقفل لنا البطن خالص، ونضطر نعمل فتح في البطن من فوق لتحت. واحد تاني يقول لك لا كل عيش فينو كتير، برضه هي الفكره، برضه هو مش هيلف حوالين الدبوس ولا حاجه. فالمريض نقول له مارس حياتك اليوميه عادي خالص، واكلك بسيط، وتابع البراز. لو من النوع اللي ما بيتابعش البراز ممكن نعمل اشعه كل 3 ايام لو ما ظهرتش اي علامات خطره على المريض. يبقى ده كان موضوع الدبوس، ولو حد بلع دبوس نعمل له ايه، وازاي نطمن المريض ونشرح له الموضوع بكل بساطه، ونعرفه ان الدبوس دوت ان شاء الله هينزل، ولو ما نزلش هنعمل له ايه بالظبط. واشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.